دواء ابتدى بفشل ذريع لكنه تحول لأسطورة طبية ومبيعات بالمليارات. هكلمك النهارده عن أشهر دواء موجود في العالم واللي بيسموه سر السعادة الزوجية. في أوائل التسعينات شركة فايزر كانت بتجرب مادة جديدة اسمها السيلدينافيل، وده كان معمول كدواء لعلاج ضغط الدم والذبحة الصدرية، والهدف إن الدواء بيوسع الأوعية الدموية اللي رايحة للقلب وبيحسن تدفق الدم لعضلة القلب. لكن للأسف النتائج في علاج الذبحة الصدرية ما كانتش مبشرة قوي، بس الباحثين لاحظوا حاجة غريبة قوي. لاحظوا إن المتطوعين معظمهم كان بيرفض يرجع الأقراص الفاضية، وكانوا بيتحايلوا عليهم عشان يكملوا في التجارب. ولما سألوهم ليه اكتشفوا إن الحبوب دي بتعمل تحسن ملحوظ في الانتصاب. العلماء لقوا إن السلدنافيل بيشتغل عن طريق تظبيط إنزيم اسمه البي دي اي 5 اللي موجود في أنسجة القضيب، وده بيخلي مادة اسمها السايكليك جي ام بي تعيش فترة أطول، وده بيؤدي لاسترخاء الأوعية الدموية اللي واصلة للقضيب وبيساعد على تدفق الدم فبيحصل انتصاب. في سنة 1998 وافقت الاف دي اي على طرح الفياجرا في الأسواق كأول دواء فموي لعلاج ضعف الانتصاب، ومن يومها بقى واحد من اشهر الادويه في العالم، واتفتح باب ابحاث ضخم في مجال الصحه الجنسيه عند الرجل. الطريف ان الدواء اتولد اصلا عشان القلب، انتهى بيه الحال كايقونه في علاج ضعف الانتصاب. عشان تعرف بس ان محدش شغال بشهادته اليومين دول.